بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. أخبار نادي الزمالك. أحد المواقع العربية نشرت تصريح لمصدر في الاتحاد الإفريقي بيقول فيه إن أي نادي ممكن يقدم شكوى أو يعترض على حصول نادي آخر منافس على الرخصة الإفريقية في حال عدم استيفاء الأوراق المطلوبة أو البيانات المطلوبة أو الشروط المطلوبة. من حق نادي يقدم شكوى. ده إسقاط. ان هم بيقولوا النادي الاهلي اتفضل قدم شكوى ضد نادي الزمالك في حال عدم نجاح مجلس اداره نادي الزمالك في استيفاء البيانات المطلوبه، يعني انهاء كل القضايا الخاصه بالفيفا اللي هي لحد 31 مارس، الخاصه بايقاف القيد، الخاصه بالغرامات ومستحقات اللعيبه والانديه والمدربين. كده بيهدد نادي الزمالك ان ممكن النادي الاهلي يقدم شكوى، خلاص بقى توقف الرخصه الافريقيه، يخش النادي الاهلي يشارك مكان الزمالك في دوري الابطال، رغم كل التاكيدات حتى الان ان الزمالك في دوري ابطال افريقيا، حتى الان الزمالك هيحصل على الرخصه الافريقيه، تاكيدات المسؤولين. ولكن في يوم من الايام كان الزمالك واخد 9 بطولات والاهلي واخد 7، والاهلي بقى هو بطل القرن. فالخوف، كل الخوف، ان تحصل خلف الكواليس احداث لا نرضى عنها، امور لا نرضى عنها. عشان كده لازم الزمالك يكون، مجلس اداره الزمالك لازم يكون مصحصح شويه، يشوف اللي بيحصل ايه خلف الكواليس. ويكفي اللي بيحصل ان انت حتى الان مش عارف تعمل صفقات، حتى الصفقات اللي انت اتفقت عليها راحت. اخرها علي حمدي، لاعب طلائع الجيش، كان موقع للزمالك من شهرين، مخلص وتمام، اتفاق مع جون اودوارد المدير الرياضي. ولكن النهارده شفنا البنك الاهلي بيعلن رسمي التعاقد مع علي حمدي، في الوقت اللي النادي الاهلي بيتعاقد مع علي محمود من نادي انبي قبل 30 مليون جنيه ومزايا اخرى. لازم تتكلم عن احمد عبد القادر، واحمد عبد هيجي في ظل الظروف دي. النادي بقى متكتف، النادي بقى متكتف حرفيا، النادي متكتف حرفيا، ما حدش عارف راسه من رجليه زي ما بيقولوا. حتى شفنا بيان من الفريق القانوني للاعب المغربي عبد الحميد معالي، قال لسه حتى الآن لم يتم التواصل اتفاق، وان القضايا موجودة امام الهيئات الدولية يعني في الفيفا. ان كل الكلام اللي اتقال ان الزمالك كلم عبد الحميد معالي يرجع تاني كلام غير مظبوط، خبر كاذب، وان اللاعب مرتبط اصلا بعقد مع ناديه حاليا، هيرجع ازاي؟ ده الكلام اللي هو اتقال. بينفوا ان تم الاتفاق ان علي معالي يرجع، عبد الحميد معالي يرجع تاني، وان لسه القضيه منظوره وان لسه في اتفاقات، لم يتم التوصل الى اي شيء حتى الان. انت خلصت صلاح مصدق والهيص على صلاح مصدق وبعت للفيفا، والمحامي بتاعه قال لك بقى يعني مش هي الفيفا ما رفضش طلب الزمالك، ولكن حتى الان ايضا لم يتم البت في موضوع الزمالك، ويبقى الوضع كما هو عليه، يبقى الوضع كما هو عليه، مفيش جديد، لا جديد، لا جديد. الزمالك دلوقتي بقى حديث كل وسائل الاعلام، مفيش كاس عالم بقى الناس بتتكلم على كاس العالم. ادينا شفنا يا جماعه كاس العالم، يعني الناس يا ريت تتلهى بقى بكاس العالم شويه. وسائل الاعلام، شفنا منتخب المغرب وجماله، اداؤه رائع امام البرازيل، تقدم بهدف، هدف رائع طبعا، هدف رائع. المباراة انتهت التعادل 1-1. وشفنا منتخب قطر امام سويسرا تعادل 1-1، وكان ضربة جزاء ظالمة لسويسرا في بداية المباراة. ان شاء الله طبعا كل التوفيق لمنتخب مصر. عارفين منتخب مصر هيلعب بكرة الساعة 10، ومباراة مهمة جدا. كابتن حسام حسن هيلعب بطريقة الجوهري طبعا، 5-3-2، دفاع مدى الهجمات المرتدة، السرعة بتاعت عمر مرموش ومحمد صلاح. ويا ترى بقى هيدفع بمين؟ بقى هيدفع بتريزيجيه، هيضحي بتريزيجيه
ولا هيدفع بزيكو؟ لسه محتار لحد دلوقتي، وإن كان متوقع من وجهة نظري إنه ممكن يدفع بتريزيجيه، يعني أكثر خبرة، عايز العناصر اللي فيها الخبرة يعني زيكو ممكن يخليه كورقة رابحة على دكة الاحتياطي. طبعا حراسة المرمى مصطفى شوبير، في 3 من الأهلي هيلعبوا بكرة أو 4، يلعب ياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم طبعا لاعب الأهلي السابق، وإمام عاشور، دول موجودين. طبعا في بقى مهند لاشين ومحمد صلاح مرموش، أحمد فتوح ممكن كباك شمال الوحيد من الزمالك، حسام عبد المجيد أعتقد هيبقى على دكة الاحتياطي. فنرجع تاني نقول منتخب مصر، طبعا كلنا مع منتخب مصر، بنشجع منتخب مصر، واقفين مع منتخب مصر، بنساند منتخب مصر، بنآزر منتخب مصر، ننسى كلنا كل الانتماء أو الانتماءات في الوقت الحالي. يمكن لعيبة الزمالك أو الزمالك قرر إن هو يرفض عرض قطري لحسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد تلقى عرض قطري ب1,500,000 دولار. معروف زي ما قلنا امبارح إن في 4 لعيبة شكرا في يناير القادم ممكن يوقعوا على أي نادي تاني، لو أنت ما جددت لهمش هيوقعوا على أي نادي تاني ويقعد بقى يقضيها معاك. حسام عبد المجيد، سيف الجزيري، محمد عواد، أحمد فتوح. الزمالك بيتمنى ان احمد فتوح يشارك في كاس العالم، طبعا هو اكيد هيكون موجود ويتالق ويجي له عرض كبير يقدر يحل مشاكل الزمالك، انه يبيعه ويقدر يحل كل مشاكل الزمالك. نفس الشيء بحسام عبد المجيد، ولكن احتمالات حسام عبد المجيد تبقى ضعيفه شويه، ممكن يشارك، ولكن لو تالق ثلاثي محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، اعتقد هتبقى فرصه مشاركه حسام المجيد هتبقى ضعيفه جدا، خصوصا الدفاع ما يعني بيكون التغييرات في خط الدفاع بتكون يعني ما بتكونش كتيره. فبينتظروا. حسام المجيد جاله عرض 1,500,000، الزمالك طالب حوالي 3 مليون يورو في احتراف حسام المجيد. بيتمنى طبعا ان احمد فتوح يتالق ويجي له عرض قوي، او عرض يكون مغري، او عرض يكون مرضي زي ما بيقولوا، ويشارك في والزمالك ممكن يبيعه ويحل بيه مشاكله. اخر اخبار بالنسبه للكابتن احمد شوبير، في حتى الان جدل. البعض بيقول ان العقوبات بتاع الرابطه على النادي المصري بتاكد ان الخبر اللي قاله الكابتن احمد شوبير كان خبر صحيح، وان هو ما افتراش على جماهير المصري، وان هو ممكن يتاخد لفت نظر ما يكونش ايقاف، يعني ياخد لفت نظر ما يكونش ايقاف، لفت نظر للكابتن احمد شوبير ما يكونش ايقاف، وما يكررش الكلام ده تاني. ده ممكن يطلع من المجلس الاعلى للاعلام، لان في ضغوط من ناحيتين، ضغوط من اعضاء مجلس الشعب وضغوط بردك من الكابتن احمد شوبير نفسه، انه قدم دلائل ان هو ما خرجش عن النص، وانه قال خبر، ان هو بصفته اعلامي بيقول خبر، ما غلطش ما عملش فتنه ولا حاجه، كان بيقول مجرد خبر، ما قالش اكتر من كده يعني. القرار المفروض يصدر بعد ساعات، ممكن يطلع النهارده. يعني في ناس بنسبة كبيرة جدا بيقولوا ان هو هيبقى مجرد لفت نظر مش ايقاف للكابتن احمد شوبير، مش هيوقف كابتن احمد شوبير، ولكن هيبقى مجرد لفت نظر للكابتن احمد، خصوصا بيقول ان هو قدم الدليل ان رابطة الاندية وقعت عقوبة على النادي المصري عشان اهتاف جماهيره 150,000 جنيه لتكرار العقوبة. هنشوف هل هيحصل ايقاف لكابتن شوبير، هل هيحصل لفت نظر. الواضح انه هيكون لفت نظر فقط. نرجع تاني نقول كل التوفيق لنادي الزمالك، كل التوفيق ان شاء الله لمنتخب مصر. شكرا.